على مهلك يا ولدي، واحدة واحدة. واه، ما تسيب الولد يا حاج، خليه يرتاح شوية. ما هو معايا ها. انت تعبان من حاجة يا طارق؟ لا، انا عاوز اكل. حالا هجيب لك السليقة. لا، انا عاوز اكل فتة. لا، الفتة بعدين. خلاص ما واكلش. بكرة تاكل كل اللي نفسك فيه يا حبيبي، بس واحدة واحدة. اقول لك ارمى حته دلوك على اوضتك واتفرج على التلفزيون، واما افضى هجيلك. معايا يا شمندي؟ هنا يا عم الحاج. معايا. هنا. على مهلك يا ولدي، على مهلك. قلبي واكلني على الولد يا حاج، حقنا ما كناش نزلناه النهارده، هو احنا ناقصين؟ هو سيدنا هو اللي قال لازم يخرج الناس تشوفه وهو يشوف الناس. ما تخش تشوف سيدنا لو كان عايز حاجة وقول له. هقول له بس يا ريت يوافق. هيوافق. ادخل. كتر خيرك يا مولانا. وبعدين يا حاج؟ عايزين نستبارك يا سيدنا. سيدنا هو سيد الخلق أجمعين، محمد عليه الصلاة والسلام، وإحنا كلنا عبيد عند الله سبحانه وتعالى. ايوه يا شيخنا، والله ما انا عارف اقول لك ايه ولا اعيد لك ايه. قابلت ناس زي نصابين كتير، مش كده؟ ايوه يا شيخنا. مفيش أسهل من إنك تنصب على الناس باسم الدين من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق لحد دلوقتي. مش يمكن أكون منيهم؟ لا لا سمح الله ما تقولش كده، ده لو فيه 2 3 منك كانوا مالوا الدنيا دي كلها خير. وانت تعرف العفش من الزنك ايه؟ من السبحة والدجل. ما يعلمش المخفي جوا القلوب إلا اللي سطر المكتوب وختم القلوب. بعدين أنا ما عملتش حاجة لولدك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أراد له الشفاء. على يدك يا سيدنا. استغفر الله. هو ربنا محتاج عبد من عباده يقول للشيء كن فيكون. صدقت يا شيخنا، صدقت. بقول يعني الناس بره نفسهم يشوفوك ويستباركوا بيك وفاكرين ان انا اللي حايشك عنهم. لو هيضايقك بلاش. أنا هصلي العشاء وأسلم على طارق وأتوكل على الله. لا ورحمة الغليم ما يكون. عايزين نتمتع ببركاتك. بقول لك ايه، انا هبني لك بيت جاري وتقعد فيه. هتبني لي بيت؟ تعرف تبني لي بيت من غير سقف ولا حيطان؟ اللي انت عايزه قول لي عليه وانا اعمله. بعد العشاء هقول لك على اللي تعمله، روح لحبايبك. طيب مش هترضى عننا وتاكل من وكلنا؟ هاكل من وكلكم دلوك يا مولانا يا بنت. ولا اجي بحرج يا ابو جمال. يا حاجة ها، هيقعد معانا؟ هيكون لي بعد العشاء، بس يلا خلصوا، الشيخ عايز وقت. نابت برضو؟ لا نبت ايه، طلعوا كل اللي عنديكم، ان شاء الله تذبحي له خروف حتى. يسند قلبه دلوك وخلي الخروف على العشاء. طب يلا شاي وقوام. شربان، عندك لحمة قد ايه؟ خربنا يا كتير يا حاجة. ها جدع يا بنت يا شربان، ده الراجل عايش على النابت اسبوع. شوفوا ما دخلوش اللحمة وهو ياكل على كد نفسه.
وراي عمدة الرئيسية. مش قلت لكم العالم كلها هتتحدف علينا؟ السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. ألف مبروك يا حاج. خطوة عزيزة. أهلا. ربنا يعز مقدارك. والله كنت هدعي لولدك الليل قبل النهار. تفضل تفضل. ولدك ابن حلال، بسم الله ما شاء الله، كل الناس هتحبه. عملك هو للنجاه ولا ايه رجاله؟ كلامك مليح يا حاج. والله الخلق كلها كانت هتدعي لطارق اكتر ما هتدعي لعيالها. تفضل يا حاج. اي والله. تفضل تفضل. بلاش يا بلاش يا بلاش يا بلاش الراجل يا بلاش يا بلاش. دليل الأصل ما تماشيهوش طلع. ادخل. السلام عليكم يا سيدنا. استغفر الله، ما تحملنيش ذنب يا حاجه. العفو والسماح يا سيدنا. سيدنا انا اسمي خلف، خلف الله. اتفضل الوكل، اتفضل يا مولانا. عنك. ده كتير. حاجة على قد ما جوزهم كده، بالهنا والشفا. كتير كتير. حاضر. خليكي جنب الباب لما مولانا يعوز حاجة. عينيا يا حاجة. بسم الله. فين الراجل الطيب البركه ده نسلم عليه ونستبارك بيه؟ والله يا حج من طلعت الشمس وانا عمال اترجاه ينزل للناس ما رضيش. الراجل ده بركه. انا رحت المشايخ كتير، اللي قال 5 واللي قال 10 واللي قال 20، ولو كانوا طلب اكتر من كده كنت اديتهم. لكن الراجل ده على بيمين ما طلب ميله محمد. كل اللي بيعمله عايش على النابت. نابت؟ ايه، هو صح لي نابت قد كده، ما فيش اكتر منه. يعني ما طلبش عجل اصفر ولا ديك حمار ولا فروجه حتى. ده مرضيش ان احنا نبخر، قال البخور ضرره اكتر من نفعه، هيتعب الصدر. يعني الحديث اللي هيقولوا عليه ده ان الراجل بركه صح، لكن نستبارك بيه كلنا. على بيمين خبط علينا الباب لوحده كده ولا ده غلط؟ صح يا حاج. وهو بيقول انه عايز يمشي النهارده. يمشي